هل تتحقق نبوءة مخرجة فيلم انهض يا مغرب نرجس النجار التي تأهل فيها المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم والظفر باللقب، وبالتالي يكون أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا المستوى؟ فيلم انهض يا مغرب الذي توقع وصول المغرب إلى نهائيات كأس العالم شارك فيه مدرب المنتخب المغربي الحالي وليد الركراكي كلاعب أساسي في الفريق. احتفل رفقة زملائه بالفرحة في فيلم حلم مبدعوه بالوصول إلى منصة المتوجين بالكأس في أكبر محفل رياضي عالمي قبل 18 سنة من الآن. وليد الركراكي في كل خرجاته الإعلامية قبل وبعد المونديال دائما ما كان يعبر عن إيمانه بقدراته وبفريقه ويعلنها صراحة: لنا الحق في أن نفوز ولنا الحق في أن نحلم باللقب. ولا قلتي واحد الولد بناي ما يقدرش يكون شي حاجة في حياته عمره ما يقدر يديرها. وحنا دابا حنا لافريك عمرنا ما دينا كوب دي موند، علاش ما نحلموش بها وعلاش ما نقدروش نديروها؟ نعمل كفريق من أجل ذلك، ونؤمن أن الحلم مع العمل بإمكانه أن يجعلنا في القمة. لما لا نثق في أبناء بلدنا ونعطيهم فرصة ليبرزوا كل ما لديهم ويعبروا عن حبهم لبلدهم؟ سنقاتل من أجل اللقب، وإن لم نفز فسنبقى أول فريق عربي وإفريقي وصل إلى أعلى المستويات، فاتحا الطريق أمام الجيل القادم ليؤمن بقدراته ويتبع أحلامه، فلا شيء مستحيل بالعمل. المنتخب المغربي في نهائي كأس العالم. يا أشبال الأطلس، يا زملاء جاد، أجدتم اليوم الانتصار وأجدتم اليوم الرسالة.